تخيل كده يا صديقي تكون شاب عادي لا بيك ولا عليك، ولكن يسكن بداخلك التنين الأعظم، القوة المرعبة اللي تفوق حدود البشر، وفجأة تتحول من شاب عادي غلبان لأسطورة خارقة، مصير العالم بأسره بين يديك. قبل ما نبدأ يا صديقي أنا حابب أقولك إن حكاية النهاردة مختلفة، أقل ما يقال عنها إنها أسطورة هتفجر عقلك من كتر العظمة، حرفيا دي أعظم وأجمد حكاية هتشوفها في حياتك، وصدقني مش أي كلام وخلاص. بس الأول ما تنساش يا صديقي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجهز نفسك واستعد، فالآن سنبدأ في سرد أحداث الحكاية. منذ آلاف السنين بدأت حقبة الصراع الأزلي بين البشر والتنانين، مدعكة استمرت آلاف السنين، ولكن ظهور شخص واحد كان كفيلا لتغيير كافة الموازين. أهلا بك يا صديقي في أرض الملحمة، العالم اللي هيسحرك حرفيا من عظمته. أهلا بك في أرض الأساطير، دراغون راجا. ده هو بطلنا لو مينغ في، جات له منحة من أقوى الجامعات في العالم، جامعة كاسل، واللي يدور حولها الكثير من الغموض. ومينغ في قاعد يسأل الناس في المحطة عن القطار اللي بيودي للجامعة دي، بس الغريب إن محدش سمع بالاسم ده قبل كده، والولد هيتجنن. وفي اللحظة دي واحد بيوقفه، أنت شكلك مش من هنا يالا، فبيقول له أيوة، وبنعرف إن ده اسمه فينجر. وفجأة بيشوف بطاقة الجامعة في إيد مينغ في، فبيقول له هو أنت من جامعة كاسل؟ فمينغ في بيقول له أيوة. طب ما تقول يا عم من الصبح أنا زميلك الكبير من نفس الجامعة. وبعدها بياخدوا وبيروحوا يقعدوا في الاستراحه، ومينغ في بيساله طب والقطار هيجي امتى؟ فبيقول له خط سير القطار مخفي وملوش ميعاد محدد، وكل الناس اللي بره دي ما يعرفوش عنه حاجه، وانت لو مستواك عالي هيجي استاذك بنفسه وياخدك، انما لو زي حالاتي كده لازم تستنى، وانت وحظك جه بدري او متاخر فلازم تستنى. وبعدها بينام، ومينغ في كمان بيروح في النوم. فجأة بيلاقي نفسه في مكان غريب، والناس بتجري بسرعة، وقدامه مبنى غريب جدا وكأنه مبنى جامعة كاسل. وهوب بيصحى فجأة بس ما بيلاقيش فينجر جنبه، ومينغ في مش فاهم ده حلم ولا ايه. عندما يدق الجرس فذكريات الماضي ستظل تلاحقك، وبيظهر حد جنبه وشكله غريب جدا. القصر البرونزي هيهتاج من تاني، وحكام الماضي هيرجعوا. هل انت مستعد لما يخبئه لك القدر وراء هذه الجبال؟ ومينغ في مش فاهم اي حاجة، وبيقول له خد دول روح اشتري بيهم حاجة تاكلها يا ابني. فبيضحك وبيقول له مهما عدت السنين طيبتك ما اتغيرتش يا اخي، انت فعلا صعبان عليا. وفجأة بتظهر نيران بتاكل في جسم مينغ في، وبيصرخ بعلو صوته. هوب بيصحى من النوم وبيلاقيش الولد اللي كان قاعد بيكلمه، ومينغ في مش فاهم اي حاجه ولا ايه اللي حصل بالظبط. ركز معايا يا صديقي عشان احنا داخلين على قصه عظيمه سيخلدها التاريخ. في الوقت ده بيجي سواق قطار جامعه كاسل، فمينغ في بيوري له بطاقته وبيعرف عن نفسه، فبيتصدم اول ما بيسمع اسم مينغ في. مش معقوله، انت لو مينغ في طالب الرتبه اس الجديد؟ وفينجر بيتصدم، مستحيل انت من الرتبه الاسطوريه. والسواق بيقول مش عارف ازاي معلمك ما جاش يستقبلك، بس على العموم لو دخلت بطاقتك في الجهاز على طول هيتعرف عليك، وهيجي قطار في لمح البصر وياخدك مخصوص. وفعلا بيجرب، وفجاه كل انوار المحطه بتشتغل بل المطار بالكامل، وفجاه بيجي قطار هائل جدا. ايوه هو ده قطار جامعه كاسل، وفجاه بيخرج منه معلم وبيحضن مينغ في. اخيرا جيت، كنت مستنيك بقالي سنين طويله جدا. ايه ازاي ده يا جدعان؟ ومينغ في مش فاهم اي حاجه بس حاسس ان الراجل ده يعرفه. وبعدها بيركبوا القطار وبيتحركوا، وبنعرف ان ده معلم مينغ في الباحث العظيم جودريان. وبيقول دلوقتي هقول لك يا مينغ في على كل التعليمات قبل وصلنا للجامعه. وبيقول ده عقد حفظ السريه عشان المعلومات اللي هقولها لك دلوقتي محدش في العالم الخارجي يعرف عنها اي حاجه. فمينغ في بيوقع من غير ما يقرا العقد، والمعلم بيقول عاوزك بقى تصحصح معايا وتمسك نفسك عشان بعض الجداد بيصيبهم الرعب والذعر بعد سماع الكلام ده. فمينغ في مش فاهم ليه كل ده، هو مش المفروض انا جاي ادرس في جامعه عادي ولا ايه الحكايه بالظبط؟ فالمعلم بيتكلم احنا جامعه مختلفه شويه، وده لاننا بندرس حاجه محدش يعرف عنها حاجه، التنانين. قول لي يا مينغ في تعرف ايه عن التنانين؟ فبيقول له عادي كائنات اسطوريه، بل في الغالب مجرد اساطير ملاش علاقه بالواقع. فبيقول له بس كل ده غلط، واللي محدش يعرفه ان البشر
البشر والتنانين كانوا في حروب لآلاف السنين منذ بداية الخليقة إلى الآن. مينجي بيتصدم، يعني ايه الكلام ده؟ فبيقول له التنانين موجودة في عالمنا، واحنا هدفنا انتاج اقوى المحاربين والابطال للقضاء على التنانين، وده السر اللي محدش في العالم الخارجي والناس العادية يعرفه. صدمة نزلت على مينجي في كالصاعقة، بس ما بصدقش. انت عبيط يا عم انت، تنانين ايه وكفتة ايه؟ انت شكلك كده عاوز تتعالج في اقرب مستشفى. بس فجأة الزمن بيقف وبيظهر نفس الشخص. كلام جودريان صح، والتنانين موجودة. فمينجي مش فاهم، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مش كنت هناك في المحطة؟ فبيضحك اي مكان انت موجود فيه فانا لازم ابقى معاك. ومينجي مش فاهم ايه الكيان اللي قدامه ده، فبيتكلم وبيقول بص حواليك كده، اهلا بك في ارض التنانين. منذ قديم الزمان اتقتل الحاكم الاول التنين الامبراطور الاسود، ومن يومها بدأ عصر جديد وامتد ليومنا هذا. فبيقول له طب وانت ليك علاقة بالتنين الاسود ده؟ فبيضحك وبيقول له مش يمكن انا. اوبا، انتوا عارفين معنى الكلام ده يا جدعان؟ يعني بعد ما اتقتل التنين الاسود اتختم في جسم بطلنا لو مينجي. دي الدنيا هتولع على الاخر يا صديقي. وبعدها مينجي بيصحى والمعلم بيقول له انت خفت من التنانين للدرجه دي ولا ايه؟ بس مع كل ده ومينجي لسه مش مصدق حوار التنانين ده. بس بعدها بيجي واحد وبيجيب معاه جزء من تنين وبيدي لمينجي مسدس وبيقول له صوب عليها، ومينجي بيجرب بوم المسدس بيطيره لورا، والراجل بيستغرب وبيقول ازاي انت من الرتبه اس؟ لا ومش اي واحد كمان، ده المدير بنفسه هو اللي طلب استدعائه. وبعدها المعلم بيوري لمينجي صغير تنين من السلاله الاسطوريه وبيقول التنين ده نايم من آلاف السنين، ومينجي بيقرب منه وبوم فجأة بيسحب يخبط الحاجز وكلهم بيتصدموا ازاي ده رجع للحياة من تاني. بس بعدها بينام تاني والمعلم مش مصدق، اكيد التنين ده استجاب لدماء مينجي وبيقول ده انت مرعب جدا يا مينجي، دماءك قدرت انها تنشط خلايا تنين اسطوري. شكل في حوار كبير قوي يا مينجي يا جدعان. وبعدها بيوصلوا لمكان الجامعة ومينجي بيقول للمعلم هو ما ينفعش امشي من هنا؟ فبيقول له هيتم محو كل ذكرياتك، وده كان موجود في عقد حفظ السر. يعني اتدبست ولبست يا معلم. والمعلم بيفتح البوابة، العالم اكبر بكتير مما تتخيل يا مينجي، وعاوزك تنسى العالم المزيف اللي كل البشر عايشين فيه. اهلا بك في العالم الحقيقي، ارض كاسل ترحب بك، عالم اسطوري من الخيال حرفيا يا جدعان. وبعدها المعلم بيوري له الحرم الجامعي ومينجي بيقول له طب هو ليه مفيش حد؟ فبيقول صحيح هم فين؟ مش معقولة، ده انا نسيت ان النهارده. وفجأة بتنطلق صافرات الانذار، ولسه ما كملش كلامه بتنطلق رصاصات مهولة جدا وبيظهر عدد هائل جدا من الجنود ونازلين دعك في بعض. بوم رصاصة بتصيب قلب المعلم والفريقين نازلين ضرب في بعض وقاعدين يموتوا واحد ورا التاني. ومينجي مصدوم، وايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ فوضى عارمة يا جدعان وكأنها حرب اهلية. بوم الضربات تخترق اجسامهم بدون اي رحمة، عدد مرعب جدا من الجنود وقاعدين يقتلوا في بعض حرفيا مدعكة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ضرب يمين وشمال من غير ذرة رحمة. ومينجي مرعوب جدا ومصدوم من كم الجثث اللي قاعدة ترمى قدام عينه، وحرفيا عدد مهول جدا من الجثث مرمي في الارض. وقادة الفريقين بيتكلموا ما تبقاش غيرنا تقريبا، انزل لساحة المعركة نخلص الحرب دي. ومينجي بيكون رايح يشوف اي دكتور يلحق المعلم، وبيبص وبيلاقي القادة نازلين وبيهجموا على بعض بسرعة مرعبة جدا، والارض بتتزلزل من قوتهم وبيتبادلوا ضربات سريعة وخارقة حرفيا، وبيطيروا بسرعة ونازلين ضرب في بعض حتى في الهواء وقاعدين يدمروا في المباني حرفيا. ومينجي واقف بيتفرج عليهم ومش مصدق. وفي اللحظة دي بتنزل بنت جميلة جدا قدامه وبتروح عليه بسرعة وبتخرج سلاحها وط بسرعة وبوم حد بيصوب عليها بضربة مرعبة جدا. الرصاصة اخترقت قلب البنت، اتأخرت كتير وبتترمى قدام عينه. مينجي خد الصدمة بجد مش مصدق وتعرض لصدمة نفسية مرعبة جدا، وبيسمع البنت انا فزت قتلتها. مينجي اتصدم مش مصدق. وفي تلك اللحظات تفتح عيون التنين الاسود، اعقبهم لك هساعدك يا اخي. فجأة مينجي بيمسك السلاح والبنت لسه بتكلم قائدها خلاص خلصنا عليهم. مينجي بيخترق راسها وبيجيبها الارض، فالقادة بيتصدموا وبيرفع السلاح التاني وبوم بيخترق قلب الاول، والتاني لسه بيقول انت مين؟ مينجي بيشد الزناد وبيزعق وبيصوب بقوة مرعبة جدا وبوم بيخترق جسم التاني بقوة خطيرة جدا، والقائد مش مصدق مين الوحش ده.
ومنجي في بيروح ويقعد جنب جثه البنت، وفجاه بيظهر فريق طب كبير جدا وبيروحوا يعالجوا كل الجنود، ومنجي مش فاهم حاجه، وبيجي معلم تاني وبيقول له باين عليك طالب جديد. فمنجي في بيقول له ايوه، فبيقول له امال ايه اللي جابك في الحرب يا ابني؟ وفجاه منجي في بيلاقي المعلم بتاعه وراه، فبيتصدم انت مش مت يا جدع انت؟ فبيقول له لا ما انا نسيت اقول لك ان النهارده بتتعمل فعاليه كل سنه في المدرسه، والرصاصات دي بتدي تاثير الالم الواقعي بس فيها مخدر بينيمنا. وبعدها بيجي فريق الطب يزيل مفعوله، والمعلم كلاين بيزعق وبيقول انا هكلم المدير عشان اوريه الفوضى اللي انتوا بتعملوها دي، وبيرن عليه، والمدير بيكلم سيزر وتشوزي هانج، ودول اقوى طالبان في الجامعه كلها، وده لانهم من اعلى رتبه وهي الرتبه اس، ودي نفس رتبه المدير، وبيقول ما تقلقوش كل التكاليف على حساب المدرسه، اسمعوا يا طلاب الاعزاء استمتعوا بيومكم. وكل الطلبه بيفرحوا جدا، والمدير بيتكلم وصحيح في حد عاوز يتكلم معاه، هل وصل له مينج في؟ والمعلم بيقول له كلم المدير عاوزك، فمينج في بيقول له انا لسه واصل دلوقتي. فالمدير بيقول الف مبروك في يومك الاول قدرت تهزم سيزر وتشوزي هانج طالب الرتبه اس. والطلبه كلهم مصدومين مين الولد ده وازاي قدر يهزم سيزر وتشوزي هانج. وفي الوقت ده الاستاذ ده واللي اسمه لارس بيقول للمدير انت مش شايف انك مخلي الطلاب على راحتهم قوي السنه دي؟ فبيقول له انا قصد اعمل كده، انت مش فاكر حصل ايه من 8 سنين؟ كان عندنا طلاب موهوبين جدا وماتوا كلهم في الحرب الاخيره، فادركت اننا محتاجين لقوه جباره جدا عشان الفتره الجايه هيبدا استيقاظ احد حكام التنانين الاربعه، وعشان كده استدعيت واحد عبقري نبغه يملك قوه ساحقه حرفيا. فبيقول له تقصد لو مينج في؟ بس ده عادي جدا مقارنه بسيزر وزيهانج. فبيقول له في سبب معين خلاني احطه من الرتبه اس. فالمعلم بيقول له حتى ولو عنده كل ده بس انت مش شايف ان سيزار وزيهانج هيسحقوه قبل ما يخرج قوته؟ فبيقول له صدقني لو تعرف نوع القوه اللي يمتلكها عقلك حتى مش هيقدر يستوعبها. المدير ده شكله عارف السر الخطير اللي حتى مينج في لسه ما اكتشفوش، وبيسال المعلم عن العمليه الخطيره اللي هيعملوها، وبيقول له قربوا من المكان اللي قلت لكم عليه وتحركوا بحذر شديد جدا، فانا متاكد انه جوه وعاوزين نخلص عليه قبل ما يستيقظ احد حكام التنانين الاربعه. وهنا فينجر بياخد مينج في يوريه الجامعه، ومينج في بيقول له بس الطلاب كلهم طبيعيين ازاي بيقتلوا التنانين؟ فبيقول له ده بسبب ان اليانلينج ودي القوه بتاعت كل شخص مختومه، وده بسبب شخص واحد حارس الليل وبيسكن هناك فوق البرج ده، وللعلم ده يكون ابو المعلم كلين، وكمان الراجل ده هو والمدير الوحيدين المتبقيين من العصر الاسطوري. وبعدها فينجر بياخد مينج في المكان تدريب اليانلينج، وبيقول له اليانلينج ده اللي هو قدره كل واحد فينا وبتعتمد بشكل اساسي على دماء التنانين اللي جوه كل شخص، وبيوري له بعض الطلبه وهم بيستخدموا اليانلينج بتاعهم، وفجاه قوه واحد بتخرج عن السيطره وبيظهر مياه قويه جدا وهتسيبهم، بس بيجي واحد تاني وبيجمد الميه في لمح البصر. وفي اللحظه دي مينج في بيحس باحساس غريب جدا، وبيشوف قدامه شجره هائله وغريبه جدا وقلبه متجه لها وكأن في حاجه بتربطه بيها، وبيسال فينجر عن الشجره، فبيقول له الشجره دي محبوس تحتها جسم التنين الامبراطور الاسود. ايوه كده الامور وضحت. وبعدها بيجي المعلم جودريان وبيقول لمينج في يجي عشان يعمل اختبار اليانلينج، وبيروحوا فعلا وبيقول له ده اختبار عشان نعرف نوع سلالتك، وده بيتحدد عن طريق مدى فهمك للغه وكلمات التنين الامبراطور الاسود، واعظم تنين في الوجود واقوى يانلينج هو من سلاله الامبراطور. والمعلم بيسمعه جزء من الكلمات المسجله للتنين الاسود من الاف السنين، بس مينج في ما بيفهمش اي حاجه، والمعلم هيتجنن ازاي ما حسيتش باي قوه عظمى بتناديك ولا اي حاجه؟ بس مينج في بيقول له ولا حسيت باي حاجه، والمعلم مش فاهم ازاي ده حصل. فمينج في بيقول له ممكن اكون بشر عادي، فبيقول له لا اكيد المدير ما غلطش في رتبتك. ايوه ده ممكن تكون مش معقوله. فبيجري بسرعه وبينتشر خبر عدم استجابه اليانلينج بتاع مينج في الكلمات التنين الامبراطور، والدنيا بتتقلب حرفيا ومحدش فاهم ازاي ده حصل. وهنا المعلم بيروح المكتبه مع المعلم كلين وبيقول له على اللي حصل، فبيقول لو مينج في هزم زيهانج وسيزار اكيد رتبته صحيحه، بس ازاي ما استجابش للامبراطور؟ وبيفتحوا مخطوطات قديمه جدا وبيقول الحاجه الوحيده اللي ممكن تكبح قوه هي قوه التنين الامبراطور الابيض او الاسود بحد ذاتها، وده لان من زمن بعيد الامبراطور الابيض كان في صراع مع الامبراطور الاسود، مع ان الابيض خسر بس كانت قوته مقاربه جدا للامبراطور الاسود، فلازم نعمل ابحاثنا على مينج في عشان نقدر نحدد هو من انهي سلاله. فالمعلم بيقول له بس انا مش عاوزه يتحول لعينه بحث وبيترجاه، فبيقول له خلاص هستنى لبكره ومش هبلغ حد بالموضوع ده وهنشوف نتيجه الاختبار النهائي. وبيمر الوقت وبيجي
وبيجي الليل، وفي الوقت ده بينزل احدهم لمركز النظام والبيانات وبيشغل نظامه وبيقول لها تأكدي من نجاح لو مينج في بكره في الاختبار. فبتقول له بس ليه؟ فبيقول لها عشان مش عاوزه يتحول لعين البحث واكتشف انا كل الغموض اللي حواليه. مين الشخص ده يا جدعان؟ وازاي عنده السيطره على نظام الجامعه واللي بيتحكم في كل حاجه؟ وبيجي اليوم اللي بعده وهنا مينج في بيروح الاختبار وبيدخل يقعد في مكانه وبيبدا الاختبار، وفجاه الشبابيك كلها بتتقفل، والاغرب من كده ان مفيش اي اسئله مكتوبه في الورقه، وبيشغلوا مقاطع صوتيه بلغه التنين الامبراطور الاسود، والمطلوب منهم انهم يستخدموا الرؤيه ويكتبوا اللي شافوه في الورقه اللي معاهم. وبنعرف ان فينجر كان مدي المينج في اجابات الاختبار وده عشان يقدر ينجح، وفعلا بيكتب الاجابات. وفي اللحظه دي بدات الطلاب بتتصرف بغرابه وكانهم بينهاروا او عقلهم بيفقد توازنه، وبيشوف بنت هاديه جدا وقاعده تكتب وشكلها كده قويه، ودي طالبه جديده من الرتبه ايه واسمها رين. وبعدها مينج في بيخلص كتابه الاجابات وفجاه بتظهر رؤيه في عقله وبيختفي كل الطلاب وبيظهر الكيان اللي جواه، ومينج في بيروح يقعد جنبه وبيقول له انت مين؟ فبيقول له انا لو مينجزي. فبيتفاجئ وبيقول له ده نفس اسم اخويا، وبيقول استنيتك كتير ايها الشفق. فمينج في بيتصدم انت عرفت الاسم ده منين؟ ده كان بيني وبين اخويا بس. فبيقول له انت عارف انا مين كويس، وبيشرح له الابصار الروحي اللي هو عليه الاختبار ده، وبيظهر عالم مرعب جدا وبيقول احنا دلوقتي في وعيك المكاني، العالم بيخبي كل حاجه موجوده في قلبك وعقلك، بس المره دي مش انا اللي جبتك، انت اللي جيت بنفسك. ومينج في مش فاهم حاجه انت ايه بالظبط؟ فبيقول له انت عارف البشر دول شويه حمقى وانت زيهم، بس في حالتك انت بتقصد انك تتغابى وتعمل فيها مش عارف انا مين ولا انت مين. انا فعلا زعلان عليك. بس مينج في مش فاهم اي حاجه وكانه فعلا فاقد الذاكره، وبيرجعوا تاني بس مينج عينه بيتدمع وزعلان فعلا. وفجاه بياخد مينج في مكان مرعب جدا وبيزقه انت ليه مش مستوعب؟ يا جدعان الغموض بيزيد اكتر واكتر، وليه الامبراطور الاسود بيقول انه اخو مينج في شكل فيه ان كبيره في الموضوع. وبعدها بيفوق مينج في وبيكون وقت الاختبار خلص وبينجح فعلا في الاختبار، وهنا بيكون قاعد مع صاحبه فينجر وبيقول له ليه انضميت لفصل المعلم لارس؟ ده شديد جدا وهيفشخك صدقني، بس لحسن حظك انه في مهمه خطيره الايام دي. فبيقول له مهمه ايه؟ فبيقول له انهم لقوا اثار لوجود تنين يحمل سنن التنين حاكم في عمق البحر. وفي الوقت ده فعلا المعلم لارس هو وبقيه الطاقم موجودين في المكان المطلوب، واللي بينزلوا يكتشفوا هم 2 من نخبه المحاربين ييشينج واكي، وبيكونوا متوصلين بالسفينه عن طريق حبال قويه جدا وبيغطسوا في عمق البحر. وشينج بيقف عشان يستخدم اليانلينج بتاعه المتخصص في البحث، واكي بتدعمه بيطلق اليانلينج بتاعه وبيظهر تعبان ضخم جدا وبيتفقد المكان كله. بس في اللحظه دي قائد الطاقم بيقول للمعلم لارس ان في زلزال قوي جدا لازم نوقف دلوقتي، ولارس بيبلغهم يرجعوا بسرعه. بس فجاه بيبدا الزلزال فعلا ولارس بيزعق ارجعوا بسرعه وبيسحبوا الحبال، بس شينج بيمسك ايد اكي وبيقول خلاص مش هنلحق يا معلم، والحبال بتقطع بسرعه وبتحصل دوامه قويه جدا، لا وكمان بيفقدوا الاتصال بيهم. ولارس غاضب جدا ازاي انا ما خدتش بالي؟ معقوله انا بعيد نفس الغلطه من 8 سنين؟ بس فجاه شينج بيتكلم انا بكلمكم عن طريق تعابيني، احنا اتسحبنا في عمق اكبر وفي جدار ضخم جدا قدامنا، وبناء على السجلات فالمفروض اللي قدامنا ده هو قصر تنين النار الامبراطوري. وبعدها على طول لارس بيكلم المدير احنا لقينا القصر زي ما انت توقعت فعلا. فبيقول له اكيد ده قصر تنين النار نورتون، وبيقول له اتحركوا وخدوا معاكم المفتاح. وبيكون المفتاح ده هو طفل رضيع بس يحمل انقى دماء تنانين موجوده في العصر الحالي. وبعدها المساعده بتكلم لارس هو ايه هدفنا المره دي؟ فبيقول لها نقتحم قصر احد التنانين الاباطره احد الحكام الاربعه، وعشان كده العمليه دي خطيره جدا. وبياخد الطفل وبينزل البحر وبيروح لشينج واكي وبيكونوا واقفين قدام حارس البوابه، وفجاه بيفعل اليانلينج بتاعه بيفك تجميد الحارس وبيخرج الطفل وبيلمس الحارس وبيفعل اليانلينج بأمرك تفتح الباب، وفجاه السلاسل بتكسر وبيفتح الباب فعلا. بقى الطفل الصغير ده هيطلع منه كل الجمدان ده يا بلاش والله. ولارس بيدي لشينج قنبله قويه جدا وبيقول لو ما قدرتوش تجيبوا عظام التنين الامبراطور ففجروا المكان بالكامل قبل ما ترجعوا. وبيرجع للسفينه وشينج واكي بيدخلوا ولارس وجهاز الدعم بيتصلوا معاهم من فوق، وشينج بيقول لاكي انه هيروح ويستكشف المكان وهي هتفضل هنا، وبيروح فعلا. وفي الوقت ده لارس بيكلم اكي بص فوق كده وبتصور لهم فروع الشجره اللي قدامها، وفجاه بتشوف كلمات بلغه التنانين وبيحاولوا يترجموها، بس فجاه ضربات قلب اكي بترتفع جدا والصدمه ان جهاز الدعم بيفقد اشاره اكي. فلارس بيقول اسحب الحبل بسرعه وبيعملوا كده فعلا، بس مفيش حاجه بتتسحب مش معقوله ده الحبل اتقطع. وبيجي شينج وبيتكلم معاها وبيقول لها ايه التمثال ده وبتروح تشوفه، وفجاه بتظهر فخاخ كتيره جدا تحت الارض، وفجاه حد بيهجم عليها وبيمسكها فبتزعق اطلق يا شينج. اطلق على ايه؟
ده شينج هو اللي ماسكها. وايه اللي بيحصل بالظبط يا جدعان؟ وبيظهر تمثال كبير جدا قدامهم، وشينج بيقول لها انا لما رجعت لقيت التمثال ده ماشي وراكي، ففضلت اراقبك ولقيتك بتتصرفي بغرابه، وبيكون كل ده كان وهم من صنع التمثال، وكمان هو اللي قطع الحبل. فشينج بيصوب عليه وبيوقفه، واكي بتساله ايه اللي على ظهرك ده، فبيقول لها مش عارف بس موجود عليه زخارف بلغه التنانين، فلو التنين الامبراطور لسه نايم فمعنى كده ان ده طفله. وفي اللحظه دي بيحصل زلزال قوي جدا والقصر كله بيتحرك، احنا لازم نهرب من هنا، وبيجري بسرعه والقصر كله بيهتاج. فشينج بيقول القصر بيستيقظ لما حركنا التمثال اكتشف ان في دخلاء في المكان، فبيقفل الابواب. دي كارثه. وفجأة بيدق جرس قوي جدا في عقل مينجفي، وبيصحى من النوم وبيظهر مينجزي قدامه، ده جرس الحداد. وفجأة بياخده على برج عالي جدا، ومينجفي خايف ومش فاهم حاجة، هو انا في حلم ولا ايه؟ فبيقول له لا انت مش في حلم، وانا جاي عشان اقول لك عند دق جرس الحداد فده معناه ان في شخص مات او موته قرب، بيديك اشارة للخطر او فرصة للنجاة. فمينجفي بيقول له ايه اللي هيحصل يعني؟ التنانين هتهجم علينا مثلا؟ فبيقول له خليك مستعد، الكارثة جاية قريب. وبيظهر قدامه وفجأة بيفعل مهارة يانلينج، وبيقول له مهارة الجدار الاسود هتخليك تعرف خريطة اي مكان تحدده. فمينجفي بيقول له هعمل بيها ايه دي؟ الجميع في متاهة، وعشان كده انت اللي هيكون معاك الخريطة. اسمعني كويس، الجدار الاسود هتحتاجها قريب جدا. وبيمشي. يقصد ايه بالكلام ده يا جدعان؟ وفي اللحظة دي فينجر بيكلم مينجفي اصحى انت مش سامع؟ وبيكون جرس انذار المدرسة بيضرب، يلا بسرعة يا مينجفي. وبيكون ده استدعاء سريع لكل الطلاب اللي من المستويات العليا، والدنيا مقلوبة في الجامعة كلها حرفيا، وبيروحوا المكان الاجتماعي كلهم، ومينجفي مش فاهم اي حاجة هو ايه اللي بيحصل هنا. والمعلم المقنع بيتكلم في طالبان من النخبة محجوزين دلوقتي في قصر احد اباطرة التنانين، الامبراطور تنين النهر نورتون. قصره عبارة عن مبنى ميكانيكي ضخم جدا بيتغير باستمرار، يعني مفيش مكان للهرب منه، فلازم نحل الغاز آلية القصر ده وازاي بيتغير. وبيوريهم صورة كلمات التنين الموجودة على الشجرة دي، المفروض موجود فيها طريقة الهروب وآلية عمل القصر، فلازم نفك شفرتها. فزيهانج بيتكلم قدامنا وقت قد ايه؟ فالمعلم بيقول للاسف 20 دقيقة بس. فسيزر بيتكلم عشان نفك شفرة امبراطور بياخد من العلماء والباحثين 50 سنة، عاوزين نفكها في 20 دقيقة؟ ده شيء مستحيل. فالمقنع بيتكلم ما قدامناش خيار تاني، لو كان اي حد منكم مكانهم كانت الجامعة عملت قصارى جهدها عشان تنقذه، فلازم نتصرف. شينج واكي قدامهم 20 دقيقة والاكسجين اللي معاهم يخلص، وكل الطلاب بيبداوا بسرعة من غير تفكير وبيحاولوا يفكوا الشفرة، ومينجفي بيشوفهم وحرفيا بيشتغلوا باقصى جهدهم، وكل واحد بيحاول يفك الشفرة بكل ما اوتي من قوة، وحتى سيزر وزيهانج وكمان المعلمين بيركزوا باقصى قوة عندهم. ومينجفي بيشوف رين الطالبة الجديدة وبتركز هي كمان باقصى قوتها مع انها طالبة جديدة زيه، فبيحبط جدا، انا الوحيد اللي ماليش لازمة هنا. بس فجأة بيفتكر كلام مينجزي عن المهارة اللي اداها له، ايوه مهارة الجدار الاسود اللي قال لي اني هحتاجها. فبيجرب وبيركز، هوب فجأة النظام بيتكلم تم حل الشفرة، وكل الاجهزة بتفصل، بل وكل الطاقة من الجامعة بالكامل، وبتظهر الخريطة قدامهم. فالمعلم بيتصدم، معقولة تم فك الشفرة؟ وكل الطلاب بيتصدموا، ليه مينجفي اللي فك الشفرة؟ ومحدش مصدق ازاي فكها لوحده وبالسرعة الخارقة دي. يا ابن اللعيبة يا مينجزي، كان عارف كل حاجة من الاول يا جدعان. وهنا بتوصل الخريطة لسفينة لارس، وشينجي بيستخدم تعابينه عشان يتواصل معاهم ويشوف الرؤية من عندهم، وبيتعب جدا وبيزعق يلا استخدم المفتاح يا معلم لارس. وفعلا بيوري له خريطة للطفل المفتاح وبيرسم لهم طريق الهروب. وشينجي بيقول معنى كده اننا لازم ننزل للعمق باقصى سرعة، وهيتفتح الباب في الوقت اللي نوصل فيه. بس المشكلة هنا في كمية الاكسجين اللي معاهم. فشينجي بيقطع الاتصال وبيقفل اليانلينج بتاعه عشان يوفر طاقة، وبيبص لاكي وبيقول لها يلا نتحرك بسرعة، بس هي بتبص له وما بتتكلمش. فبيقول لها في ايه؟ فبتقول له احنا ما معناش اكسجين كافي ومفيش امل اننا نرجع، خلينا هنا لحد ما المية تغرقنا ونموت، مسألة وقت مش اكتر وهنموت. وفي حاجة انا كنت عاوز اقولها لك من زمان ولسه بتكون هتعترف له بحبها. فالولد بيقرب لها بسرعة وبيحضنها، لا ما تقلقيش هنخرج من هنا مع بعض. فالبنت بتتكسف جدا وحست ان خلاص قالت له اللي كان في قلبها، وهو كذلك. وهنا المعلم لارس فرحان عشان في امل كبير ان شينجي واكي ينجو، بس فجأة بيستشعر مكان البوابة وبيتصدم وبيزعق نزلوا السفينة واخرجوا قوارب النجاة بسرعة، وبيخرج بره بسرعة. فالمساعدة بتقول في ايه يا معلم؟ فبيقول لها المخرج في اعمق حتة في القصر، فهم هيقدروا يخرجوا بس للاسف مش هيلحقوا يوصلوا لسطح الماء. صدمتهم بكل المقاييس. وبيعدي ربع ساعة وبتيجي طائرات الانقاذ وبتبلغهم انهم لازم ينسحبوا من المكان. والمساعدة بتكلم المعلم لارس عدى ربع ساعة ولسه مفيش حاجة، نعمل ايه؟ فبيكون زعلان جدا، خلاص مفيش امل ولازم ننسحب من هنا. بس فجأة حد بيشوف حد طالع من المية، فبيروح يشوف وبتطلع فعلا اكي وبتديهم الوعاء اللي جابوه من القصر، خدوه وابعدوا من هنا بسرعة في حاجة تحت. وفجأة حاجة بتسحبها ولارس بيزعق لا اكي
واكي بتتسحب تحت وفجأة تسيل دمائها بالكامل. في حاجة خلصت على اكي قدام عينهم، ولارس بيعيط من كل قلبه انا اللي غلطان، وبيقول للمساعدة خدوا الوعاء وابعدوا من هنا انا مش هسمح له بالهروب، وبيشعلوا المحركات وبينطلقوا بسرعة والكائن بينطلق وراهم. فلارس غاضب جدا، صدقني انا هنتقم لتلاميذي اللي انت غدرت بيهم. وبيخرج هو المساعدة وبتسأله هو ده تنين امبراطوري ولا ايه ده؟ فبيقول لها ايا يكن لازم ادفعه ثمن اللي عمله. وبيخرج السلاح وبيصوب وبوم بيسيب التنين بضربة مرعبة جدا بس متأثرش فيه، وفجأة بينط وبيدمر طائرة الانقاذ. لارس بيقول ده اكيد عاوز الوعاء اللي خدناه من القصر، ولارس بيزعق اطلقوا كل القنابل، وبيعملوا كده فعلا والتنين بيبتلعها، ولارس بيزعق فجرها بسرعة وبوم بيحصل انفجار هائل جدا. والمساعدة بتقول اخيرا قتلنا الوحش ده، هو ده كان امبراطور؟ فبيقول لها مستحيل يكون الامبراطور، التنانين الحكام مش بالغباء ده وقوتهم جبارة بشكل جنوني. والمساعدة زعلانة وبتقول كنت اتمنى اقدر انقذ شينج واكي. فجأة التنين بيخترق قلبها في لمح البصر وبيسحبها المية وبتموت. لارس بيصير غضبا وبيهجم بضربات كتير جدا بس من غير اي فايدة، ولارس منهار حرفيا وعيناه تسيل بالدموع. وفي اللحظة دي بيظهر صوت من التنين وبيلف حواليهم وكلهم بيسمعوا الصوت. ايوه التنين بيضحك وبيسخر منهم استهزاء بارواحهم. الصدمات تتوالى والارواح تفقد واحدة تلو الاخرى، وقلب لارس يمزق لاشلاء حرفيا. واحد بيقول في قنبله لسه ما انفجرتش، فلارس بيقول له لا هو مستنينا نفجرها عشان الانفجار مش هيأثر فيه، وواقف قريب مننا عشان يوجه الانفجار ناحيتنا ويمحينا في غمضة عين. وكلهم محبطين وخلاص هيفقدوا الامل في الحياة. بس لارس بيكلم قائد قوات الدعم قول لي موقعنا بالظبط، فبيقول له نبعد 2 كيلومتر عن سد شين. فبيقول ايوه هي دي، وبتجيله فكره انطلق باقصى سرعه للامام. فبيقول له بس كده هنربط في السد. فبيقول مالكش دعوه اعمل اللي قلت لك عليه انا القائد هنا. فبيشغلوا المحركات فعلا وبينطلقوا باقصى سرعه، والتنين بيروح وراهم ومش ناوي يحلهم بس بيتحركوا بسرعه مجنونه جدا، والتنين بدا يبعد عنهم. فلارس بيروح للوعاء وبيكسر حته منه، فالتنين بيغضب جدا وبينطلق وراهم باسرع ما عنده وبيقربوا من السد جدا وخلاص هيخبطوا في السد. بس في اللحظه الاخيره الطفل بيفتح البوابه وبيدخلوا، والتنين بيدخل وراهم وبوم بيفجروا القنبله. بس فجاه التنين بيطلق رمح وبيخترق قلب لارس، بس لارس بيفعل اليانلينج وبوم بيقفل الباب على التنين وبيهربوا منه. بس لارس خلاص بيخرج اخر انفاسه، والتنين بيضحك بعلو صوته. قتلوا وسفكت دمائهم واحدا تلو الاخر، حرفيا مأساة تمزق القلوب. وهنا بتوصل الانباء لكل الطلاب، والمدير بيطمنهم بنجاح المهمه بس بيخبي عنهم الضحايا اللي مزقت اشلائهم في هذه الواقعه. وكل الطلاب بيفرحوا بالنصر ده، والمدير بيكمل كلامه وحابب اشكر اللي تسبب بنجاح العمليه دي، واننا قدرنا نستحوذ على كنز مهم جدا بسببه. شكرا جدا ليك يا لو مينغفي. وكل الطلاب بيسقفوا له، وبعدها بيخلص الاجتماع وزي هانج بيكلم مينغفي وبيعرض عليه انه ينضم لمجموعته، بل هو كمان عاوز يكون القائد من بعده. بس مينغفي بيقول له لا يا عم قائد ايه بس ده انا على قد حالي يعني. وفي تلك اللحظات تقرع اجراس الحداد تكريما لارواح الضحايا اللي ماتوا. وهنا المدير بيروح للارس وبيقول له ما تقلقش الطبيب جاي دلوقتي. فبيقول له مفيش اي طبيب يقدر يعالج سم التنين وانت عارف كده كويس، خليني اقول لك وصيتي الاخيره قبل ما اموت. وبيقول له حاسس ان التنين اللي قتلته كان واحد من اهم مساعدين التنين الامبراطور، وكان بيلاحقنا كل ده بسبب الوعاء اللي اكي وشينج جابوه، بس مش عارفين ايه اللي بداخله عشان يكون مصر للدرجه دي انه يسترجعه. والمدير بيقول الوعاء مكتوب عليه نقوش بخط امبراطور النار نورتون، فاحتمال كبير ان الوعاء ده يكون بيضة نورتون، وفي الحاله دي فاحنا قدام بعث احد الاباطره الاربعه منذ الاف السنين. ولارس بيخرج اخر انفاسه وبيقول اوعدني انك ما تقولش للطلاب عن الضحايا في العمليه دي، وبيودع المدير. والمدير بيتكلم شكرا لمجهودك العظيم يا لارس. وخلاص لارس مات، بس يا ترى ايه اللي جوه الوعاء ده؟ وهل فعلا قد حان موعد بعث احد الاباطره الاربعه؟ وبتمر الايام وهنا بتيجي رساله لمينغفي من نونو نائبه اتحاد الطلبه، وبتبعت له دعوه لحفل اتحاد الطلبه وبتقول له سيزر عاوز يتكلم معاك. ومينغفي مش عارف مين سيزر ده، ففينجر بيقول له سيزر واحد من اصحاب الرتبه اس اللي انت اطلقت عليهم في اول يوم ليك هنا، وكمان سيزر هو قائد اتحاد الطلبه وعيلته هي احدى اكبر عشائر قاتل التنانين، وكمان ده الوريث والابن الاكبر للعيله. ومينغفي بيقول بس شكلي مش هروح الحفله دي، بس فينجر بيقنعه. وبعدها بيجي الليل
الليل والناس كلها رايحه الحفله وكله متشيك واخر الاجه. وفي الوقت ده عربيه بتفرش ورد احمر في الطريق وبعدها على طول بتدخل وردة القمر الحمراء نونو وبيكون سيزر هو اللي فرش لها الورد الاحمر ده وبتروح له وبيدخلوا مع بعض وبعدها بقيه الناس بتدخل. وفي اللحظه دي بينزل سيزر وماسك ايد نونو وبيقول لها كل سنه وانت طيبه وبيهنئها بعيد ميلادها قدام كل الناس والناس كلها بتسقف لهم. وسيزر بيقول ودلوقتي فلتبدا الحفله استمتعوا بوقتكم وكل الحضور بيرقصوا ومينج مش عارف يعمل اي حاجه وحالته صعبه جدا. بس في اللحظه دي بتيجي رين وبتطلب من مينج انها ترقص معاه ولسه بيفكر فينجر بيزق عليها انت لسه هتفكر وبيوسع لهم المكان ورين بتبدا وهي اللي بتحركه ومينج مش فاهم حاجه ومنبهر جدا من ذكائها. وبعدها بتخلص الرقصه وكل الموجودين بيسقفوا لهم ورين بتنحني وبتشكر مينج بس الولا مش عارف يعمل ايه وبيضحك الناس عليه. فالبنت بتتكسف وبتمشي وبيبص وبيشوف نونو ماشيه فبيروح وراها وبيلاقيها راكبه الحته البوجاتي بتاعتها وماشيه فبيروح لها وبيقول لها نسيت اقول لك عيد ميلاد سعيد. فبتشكره وبيسالها ليه ماشيه مع انك نجمه الحفل فبتقول له مش جاي لي مزاج. فبيقول لها يعني معقوله يكون راجل هيبه زي سيزار عامل لك حفل مخصوص المفروض دي حاجه تفرحك. فبتقول له مالكش دعوه يا عم انت. وبعدها بتقول له انت بتعرف تسوق فبيقول لها ايوه. فبتقول له طب معلش تعالى سوق العربيه انت عشان انا مرهقه شويه. فبيقول لها انت رايحه فين. فبتقول له لقمه الجبل وبتحركوا. وبعد ما مشيوا في اللحظه دي النظام بيكلم سيزار انذار امني تنين اخترق الحرم الجامعي. سيزار بيتصدم وكل الانظمه الامنيه بتتفاعل في لحظات وكل المداخل بتتقفل وكمان الاسلحه والمدافع جهزت. بس في اللحظه دي بوم حد بيخترق البوابه بتدخل عصابه وبيدمروا في الاسلحه وبيوزعوا نفسهم بسرعه. قد تم اختراق الحرم الجامعي والنظام بيكلم المعلمين 13 داخلي اقتحموا الحرم الجامعي. فواحد بيقول لها طب والوعاء اللي المدير جابه وداه فين. فبتقول له موجود في معمل فالهالا. فبيقول لها طب مين هناك يحميه. فبتقول له في اللحظه دي مفيش حد هي بس انظمتنا الامنيه وكمان نخبه مقاتلينا كلهم بره في مهام. اللي موجود دلوقتي هم سيزار وتشو زي هانج وسيزار هيحمي فالهالا مع اتحاد الطلاب وزي هانج هيحمي المكتبه مع نقابته وكل الطلاب بيتحركوا وبيجهزوا نفسهم بالاسلحه. اوبا شكلها هتبقى مدعكه يا جدعان. وفي الوقت ده مينج واخد نونو وطالعين لقمه الجبل ومينج قاعد يبص لها ويتامل في شكلها. بس فجاه بيظهر مينجزي خد بالك من الانعطاف الجاي. فبيبص قدامه وبيلحق نفسه في اخر لحظه. فمينجزي بيقول له انا جيت بس عشان احذرك احسن ما كنت هتموت انت والبنت اللي بتحبها. فبيقول له بحبها يا عم. فبيقول له ايوه بتحبها وعشان كده لو كنت عاوزها خليني اساعدك. فبيقول له لا يا عم ده سيزار حاطط عينه عليها. فبيقول له فيها ايه يعني هقدر اخليها تحبك انت. طب اسمع انا هديك مهاره تقدر بيها تعمل حاجه تفرحها بيها دلوقتي. وبيحط ايده على دماغه دمج المهاره وهوب بيختفي وبعدها بيوصل لقمه الجبل. ومن الناحيه الثانيه سيزار بيكلم نونو بس ما بتردش وبيبعت لها رساله في تنين بيهجم على الجامعه خدي بالك. وهنا فوق البرج بتكون قائده العصابه بتكلم زعيمتهم وبتقول لها 7 مننا اتقبض عليهم واتمسكوا والمشكله اننا مش قادرين نستخدم اليانلينج بسبب يانلينج القانون اللي محاوط الجامعه بالكامل. فبتقول لها ما تقلقيش قريب جدا القانون هيتشال بس احذروا لو ظهر مدير انجو اهربوا في اسرع وقت. مفيش حد فيكم يقدر يصمد قدام الراجل ده ثانيه واحده بس. مين دي يا جدعان. وشكلها عارفه المدير كويس قوي. وفي الوقت ده المعلمين عاوزين يستخدموا يانلينج البحث عشان يعرفوا اماكن بقيه العصابه بس واحد بيقول مش هنقدر والقانون بيكبح قوه الجميع. قول للحارس الليلي يلغي يانلينج القانون فهو ابوك واكيد هيوافق. بس في الوقت ده المدير بيكلم حارس الليل وبيقول له لقينا عظام التنين الامبراطور نورتون فعاوزك تلغي القانون. فبيقول له متاكد يا انجو. فبيقول له في عصابه اقتحمت الجامعه ومفيش مقاتلين من النخبه موجودين دلوقتي وكمان عندي احساس ان قد حان موعد استيقاظ التنانين الاباطره. وبعدها المعلم كلام بيرن على ابوه حارس الليل وبيطلب منه هو كمان انه يلغي القانون. فبيضحك وبيقول دي هديتي ليك يا ابن كلين تحرير القانون. في اللحظه دي القانون بيتلغي وكل طلاب الجامعه قوتهم بتتحرر. وفي اللحظه دي واحده بتنزل بسرعه وبتفعل اليانلينج بتاعها نور الجحيم وفجاه بتختفي وبيكون اليانلينج بتاعها بيعمي كل الموجودين وبتقول لبقيه العصابه يلا هنروح لمكان فالهالا. وهنا المعلم كلام بيفعل اليانلينج بتاعه وبيدور على العصابه والمقنع بيقول دلوقتي مفيش غير المدخل السفلي هو اللي معلوش حراسه بس ما تقلقوش عشان هو محمي ومستحيل حد يخترقه. بس في الوقت ده بيكون في واحد من العصابه بيتسلل قريب منه وبيديها حبه شقلباظات فوق
فوق المباني ولا اجدعها سبايدر مان والله. هو بيدخل في مكان مهجور وبينزل تحت وبيلاقي باب سري وبيقول ياه هي بالسهوله دي ولا انا اللي عبقري. وقائدتهم بتكلمه وبتقول له لما تنزل تحت استخدم البطاقه اللي اديتها لك والباب هيتفتح. يا جدعان شكل الولد ده نازل للمعمل السري وبيفتح الباب فعلا وبيدخل. وهنا سيزارو واقف وبيفعل اليانلينج بتاعه وبتظهر قوه مرعبه جدا. يانلينج كاميتاتشي والمكان كله بتنطلق منه قوه هائله جدا. بس فجاه العصابه بتكون داخله عليهم وسيزار بيكلم زيهانج على ما يبدو ان داخلين مدعكه، فتيجي تراهن ونشوف مين اللي يخلص قتاله الاول. وفجاه بتخرج من عينه شراره مرعبه جدا وبيطلق اليانلينج في كل مكان. ومن الناحيه الثانيه هنا بتيجي اوامر لكتيبه زيهانج اخلوا المكتبه كلكم وانسحبوا ما عدا تشو زيهانج. فالمساعده بتقول له ليه هتفضل لوحدك هنا وتقاتل لوحدك؟ فبيقول لها حفاظا على سلامتكم لو استخدمت اليانلينج بتاعي احتمال اصيبكم وتتاذوا كلكم. فالبنت بتقول له تمام همشي بس وعدني انك هتتحكم في قوتك المره دي. وبيوعدها فعلا وبينسحبوا كلهم من المكان. نرجع تاني لمكان اتحاد الطلبه والعصابه بيدخلوا وبيكونوا متخفيين في يانلينج قائدتهم. فواحد بيقول لها يا قائده هو احنا متخفيين مش كده؟ فبتقول له ايوه. فبيقول لها امال الراجل ده بيبص لنا كده ليه؟ سيزار بيبص لهم وبيضحك يا جدعان. وفجاه كل الطلبه بتوجه اسلحتهم عليهم فبيعرفوا انهم اتكشفوا بيتحركوا بسرعه. سيزار بيتكلم وقفوا وقائده العصابه بتكلم سيزار كنت فاكراك زي ما بيقولوا واحد من اشهر العائلات ومعاك ثروه هائله وخلاص بس شكلك كده طلعت مش سهل خالص. فبيقول لها طب يا اموره اسمك ايه بقى؟ فبتقول له ساكاتوكو ماي. فبيقول لها انا بشبه على الاسم ده. فبتقول له ايوه انا اخت اكل الكبيره. اوبا دي اخت اكل اللي ماتت في المهمه الاخيره يا جدعان. والقائده بتشغل اغنيه وبتقول له هبدا الهجوم بعد نهايه الاغنيه دي. وسيزار بيسالها جايين عاوزين ايه؟ فبتقول له سمعنا انكم استحوذتوا على وعاء التنين الامبراطور فجايين عشان ناخده. فبيقول لها الوعاء ده انتوا مش عارفين ممكن يكون فيه ايه وممكن يجلب كوارث لا حصر لها. فبتقول له لا بالعكس ده هيكون بدايه عصر جديد. في اللحظه دي كلا الفريقين متوترين جدا عشان بمجرد نهايه الاغنيه هتبدا المدعكه. وسيزار بيعد 3 2 1 وفجاه العصابه نازلين دعكه في الطلبه وبيقتلوا فيهم واحد ورا التاني. بس سيزار بالسلاح وبوم بوم يمين وشمال بيخلص بالثلاثه يا جدعان ما بيرحمش. ولحظات وكل الموجودين بيترموا في الارض ومتبقاش غير سيزار والقائده. فسيزار بيقول لها غريبه يعني ما هربتيش ورحت دورت على الوعاء؟ فبتقول له انت وزيهانج بس اللي من النخبه الموجودين دلوقتي فمهمتي اني اعطلك مش اكتر. اما بقى زيهانج ففتاه القناع هتواجهه بس خلينا دلوقتي نخلص القتال ده. وبيستعدوا بوم سيزار بيفعل كاميتاتشي والمكان كله بيتحول لظلام دامس حرفيا. وبيكون اليانلينج بتاعه بيكشف اي حد في الظلام وبيقول مفيش حد يقدر يهرب من اليانلينج بتاعي. وبيوجه سلاحه ناحيتها وبيكون خلاص هيقتلها بس الصدمه انها بتختفي. معقوله الكاميتاتشي مش قادره تكشفها؟ وهنا المقنعه بتدخل لزيهانج وبتقول انت خصمي بقى مش كده؟ ده قالوا لي ان اكون حذره جدا عشان انت وحش. فبيقول لها يعني هم بيقولوا عني كده؟ وهنا المعلمين واقفين بيتفرجوا وواحد بيقول هي ازاي دخلت قتل زيهانج من غير سلاح؟ فالمقنع بيقول له احتمال اليانلينج بتاعها قوي جدا. فبيقول له امال ايه اليانلينج بتاع زيهانج؟ فبيقول المدير والمعلم لارس بس هم اللي يقدروا يشوفوا اليانلينج بتاعه مش من حق حد تاني انه يسالوا عنه. فالمعلم بيقول له هو بالخطوره دي؟ فبيقول له ايوه. وفي اللحظه دي زيهانج بيبدا وبيخرج اليانلينج تفعيله لهب الحاكم. فالمعلم بيصدم مش معقوله لهب الحاكم ده يانلينج نادر خطير جدا كفيل انه يحرق ويبيد اي حاجه حواليه. وفعلا بتنطلق قوه مرعبه جدا يا جدعان. والمعلم بيقول الحمد لله ان زيهانج معانا وفي صفنا. يانلينج بالخطوره دي كفيل انه يبيد الجامعه كلها. بس الصدمه ان المقنعه بتستخدم نفس اليانلينج لهب الحاكم. صدمه بكل المقاييس. المعلم بيتصدم مش معقوله مين البنت دي؟ وفي الوقت ده الجاسوس بيدخل لمكان سري جدا تحت الجامعه وفجاه بتظهر له مساعده النظام ايفا. دي مختلفه عن نورما يا جدعان اللي هي النظام اللي بيساعد الطلاب والمعلمين. وبتقول له انا اول مره اشوفك بس انت مسموح لك بكل الصلاحيات. في ايه ورا الحوار ده يا جدعان؟ ازاي دخيل مسموح له بالدخول لاي مكان في الجامعه؟ ده كمان بتقول له على طريق المعمل السري. ده حتى الولا مستغرب ومش فاهم هو ليه نظام بيساعدني بس بيكمل طريقه. وفجاه بيقع في ميه كتيره جدا والتليفون اللي بتلقى منه التعليمات بيقع منه بس بيقول يلا بقى اكمل وانا وحظي. وبيكمل طريقه وبيتعمق اكتر وبيوصل لبوابه وبيقول يا ترى الجامعه دي مخبيه ايه هنا طول السنين دي كلها؟ ولسه بيمسك الباب بايده بوم فجاه بيحس بهاله مرعبه جدا وبيحس بحاجه خطيره جدا ورا البوابه دي وحد بينده عليه تعالى يا اخي. فبيخاف جدا والصدمه ان البوابه بتتفتح لوحدها. الولد مش مصدق هو ايه اللي بيحصل بالظبط.
اما هنا بقى فمينجي ونونو قاعدين يتكلموا وفي الروقان خالص ولا عارفين اي حاجه من المدعكه اللي بتحصل في الجامعه دلوقتي. ونونو بتقول له صحيح زيهانج دعاك لنقابته وانت رفضت، بس حتى احنا سيزار قال لي ادعيك للحفل عشان يدعوك لاتحاد الطلبه، وضم لينا الطالبه الجديده رين واللي معجبه بيك يا عم مينجفي. فمينجفي بتكسف جدا فبتقول له مكسوف يا عم، ده حتى البت تلاقي عليك هي من الرتبه ايه وانت من الرتبه اس. بس فجاه بتقول له ما تنضم لاتحاد الطلبه معانا، وبتقول له بس ده ملوش علاقه بسيزار، انا عاوزاك تنضم لينا بس سيب لي نفسك انت بس وانا هحميك ما تقلقش. بتقول له صحيح انت مش هتجيب لي هديه ولا ايه؟ فبيقول لها ده انت زمالك جالك هدايا كتير جدا. فبتقول له كلهم مالهمش لازمه بالنسبه لي، انا عاوزه هديه تفرحني وتحسسني ان في حد مهتم ليا واني مش لوحدي. وبتكون حاسه بوحده شديده جدا. وفي اللحظه دي مينجفي بيستخدم المهاره اللي مينجز اداها له، وفجاه بتشتغل انوار العربيه وبتنطلق العاب ناريه في السماء وبتشوفها وبتفرح جدا. بس المفاجاه الاكبر من كده ان بيتكتب اسمها في السماء عيد ميلاد سعيد نونو. اوبا لا مينجز عامل شغل فاخر يا جدعان. ونونو بتفرح جدا وبتتبسط من هديه مينجفي. بس في اللحظه دي مينجز بيضحك وبيقول خليكوا انتوا في الروقان، اما دلوقتي فهيبدا اللعب اللي بجد. وفي اللحظه دي الميه بتاخد الجاسوس الطريق وكانها بتساعده وبيمشي وبيكمل وبيقابل بيبان مقفوله بس بيخرج البطاقه والبيبان كلها بتتفتح وبيدخل لمكان المعمل السري وبيكونوا بيحطوا الوعاء جوه الماده اللي بتحفظه وبتخليه ساكن. والمدير بيقول دلوقتي هنعمل الابحاث اللازمه على وعاء احد التنانين الاباطره تنين اللهب نورتون، ومن النهارده مع الاكتشاف ده هيبدا عصر جديد. والجاسوس بيتفرج عليهم وبيقول ايوه يبقى الوعاء ده اللي المفروض اسرقه، وكل اللي بيفكر فيهم شويه الفلوس اللي هياخدهم من ورا العمليه دي. وفي الوقت ده كل الباحثين عاوزين يشرحوا الوعاء ويعرفوا ايه اللي جواه، والمدير بيعرض التحاليل واشاعات على الوعاء. وكانت الصدمه ان هو مقسومه نصين. معقوله دي تكون شرنقه لولاده حاجه معينه؟ فكل الباحثين بيزعقوا لازم نشرحها بسرعه، بس المدير بيرفض الكلام ده وبيثبت قائد الباحثين وقفوا الاشعه فورا واخرجوا كلكم من هنا، انتم مش عارفين حاجه، لو استيقظ التنين الامبراطوري الجامعه كلها هتهلك. في حاجه غريبه في الحوار ده يا جدعان، ليه المدير بيبعدهم وبيخرجهم ومش عاوزهم يقربوا من الوعاء وكانه عارف حاجه مش عاوزهم يعرفوها؟ وبعدها بيخرجوا كلهم. اوبا ما فاضلش غير الجاسوس وبيقرب للوعاء، بس فجاه بيشوف رؤيه لحد قدامه وبينطق بكلمات اخي. فالولا مش عارف ايه ده، انا بتوهم ولا ايه؟ وبيروح للوعاء وبيشوف الشيء اللي فيه وبيركز، فجأة بيشوف نفس الشخص اخي. فالولا بيترعب جدا وبيقول ايه اللي بيحصل؟ يا عم مش عاوز شويه الفلوس، انا همشي من هنا احسن. وبتقع منه الازازه اللي كان المفروض يحط الماده اللي جواها على الوعاء، بس بيجري وبيسيبها. وبعده على طول بيدخل المدير وبيقول الغبي ما كملش مهمته ورمى الازازه. ايه هو في ايه يا جدعان؟ وبيخرج بطاقته وبيلغي كل الاجهزه الحافظه للوعاء. فالنظام نورما بتتكلم ده خطير جدا، سيستيقظ التنين الامبراطور. فبيقول لها اسكتي يا نورما وخلينا نشوف المعجزه اللي هتحصل دلوقتي. بيكسر الازاز وبيحط الماده اللي في الازازه على الوعاء وبيحط نقط من دمه كمان، وبعدها بينزل وبيكون ماشي. وفجاه بتنطلق قوه جباره جدا. ايه ده يا جدعان؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ معقوله ده المدير ولا كل ده وهو اللي كلف العصابه باقتحام الجامعه، وكل ده عشان يحرر ما بداخل الوعاء؟ والمدير بيتكلم مرحبا بعودتك ايها التنين الامبراطور العظيم كونستانتين. وهنا في الوقت ده سيزار بيتبادل ضربات قويه وسريعه جدا مع قائده العصابه وبتهجم عليها بسرعه هائله جدا. بيتصدى لها بقوه بس بتختفي مره ثانيه، بس بتهجم عليها بسرعه كبيره جدا وبيتصدى ليها وبتختفي من تاني. وبتقول له اليانلينج بتاعك قوي جدا، بيلقط اضعف الاصوات وبيحدد عن طريقها مكان الشخص، بس احب اقول لك انك قدام الشخص الغلط. فجاه بتهجم عليها بسرعه بنسختين من فوق وتحت، بس على مين يا بت؟ سيزار ابن اللعيبه بتفاداها بسرعه، بس بتقول له الهجوم الثالث وصدقني ده هيكون الاخير. وفجاه بتصدر اصوات كتير جدا وسيزار محتار وبيقول دي بتتحرك بسرعه هائله جدا وبتصدر اصوات في كل مكان، بمعنى انها موجوده في كل مكان حواليا. فبيركز اكتر وبيشدد الكاميتاتشي وبيعرق من كتر التوتر، والسيوف محوطه من كل اتجاه. غلطه واحده بس هتكلفه حياته، والسيوف بتهجم كلها، بس بوم بيتصد النسخه الحقيقيه. بس بنت الغداره بتخرج مسدس وبتوجهه ناحيه دماغه وخلاص هتطلق عليه، بس فجاه الشخص بيتكلم اخي وبيحصل انفجار مرعب جدا، والاتنين مش عارفين ايه اللي بيحصل وايه كل القوه الجباره دي، وبيتحالفوا مع بعض مؤقتا على ما يشوفوا الكارثه اللي داخله عليهم. وبعدها بيشوفوا خطوات من لهب حرفيا، بل وكمان الشخص ده اخترق الجدران بحراره ولهب يقارع لهب الشمس. فالقائده بتقول له انتوا مخبيين حاجه في الجامعه، وبيشوفوا المصعد معنى كده ان الكائن ده خرج من تحت. فبتقول له في ايه تحت؟ فبيقول لها فالهالا المختبر السري. بس المشكله مش دي، الكارثه الاكبر ان كنت مستخدم الكاميتاتشي وما سمعتش اي نبضات قلب، معنى كده ان الشخص ده ما عندوش قلب. فالبنت
بتقول انت قصدك انه مش بشري؟ على ما يبدو فالكارثة العظمى قد حلت بالفعل. وفي الوقت ده مينجي ونونو بيكونوا راجعين، ونونو بتشوف رسايل سيزار، فمينجي بيقلق بس بتقول له لا اطمن، سيزار وزيهانج هناك، على ما نرجع هتكون كل حاجه خلصت مين بس؟ ده لسه المدعكه هتبدا. وهنا زيهانج بيتبادل ضربات كتيره جدا مع البنت المقنعه، وحرفيا يا جدعان قوتهم مرعبه جدا. وهنا المعلمين بيتفرجوا، والمقنع بيقول البنت دي بتلعب مع زيهانج مش اكتر، دي عاوزه تعطله. فالتاني بيقول بس هم بيخططوا لايه؟ وفي اللحظه دي بيشوفوا الجاسوس بيهرب بسرعه بالموتوسيكل، فالمعلم بيكلم كل الطلاب حاصروه بسرعه، امسكوه باي تمن، وقاعدين يطلقوا عليه وبيجروا وراه، بس الولد بيجري منهم وبيكون خلاص هيطلع، وبيقف وبيضحك وبيقول سلام يا شباب اشوفكم بعدين بقى. بوم، فجأة مينجي بيخبطوا العربية، فبينزل بسرعة وبيقول له معلش ما شفتكش والله، بس بيبص له وبيكونوا عارفين بعض. انت ايه اللي جابك هنا يالا؟ اوبا، ده الجاسوس ده يا جدعان طلع صاحب مينجي من زمان، لاو تانج. وبيقول لي مينجي هي دي بقى جامعة كسل اللي جات لك دعوة منها؟ ومينجي بيقول له وانت ايه اللي جابك هنا؟ فبيقول له والله كنت في مهمة وقالوا لي اني هاخد فلوس كتير، بس اصحابك دول بانهم عاوزين يمسكوني. وبيكون كل الطلاب بيجروا وراه حرفيا، فلاو بيثبت مينجي فيه على اساس انه واخد رهينه وكده، ومينجي فيه بيكون هيشغل العربيه ويهرب لاو. فجاه بيحصل زلزال قوي جدا، وبتظهر نيران مرعبه جدا، وكل الطلاب بيترعبوا، وبيكون نفس الشخص اللي بيظهر في الرؤيه يتلاقى وراهم وبيشاور عليه وبيقول اخي. فالعيال بيترعبوا وبيجروا بسرعه بالعربيه، والمعلم المقنع بيقول ده اكيد تنين، وبيبلغ كل الطلاب محدش يقرب منه، هجوموا عليه من بعيد، وبيهجموا بضربات مهوله جدا، بس مفيش حاجه بتاثر فيه، والمعلم مصدوم. معقوله يكون الكائن ده اللي خرج من الوعاء؟ والمعلم بيأمر باطلاق الصواريخ الذريه، وبيطلقوا عليه بضربات مرعبه جدا، بس ولا حاجه بتاثر فيه يا جدعان. وفي اللحظه دي بيتكلم، فالمعلمين بيتصدموا، مش معقوله ده بيخرج يانلينج، وقتوا بسرعه. بيحصل انفجار جبار جدا، ايوه هو ده لاعب الحاكم الاصلي. صدمه بكل المقاييس، مش معقوله يا جماعه يكون ده اللي في بالي. وزيهانج بيكلم واحد، وايه اللي بيحصل عندك؟ فبيقول له ظهر تنين مرعب جدا، وبيستخدم لهب الحاكم، ودمر وسفك دماء اي حد وقف قدامه. فبيقول له ما تهجموش عليه واستخبوا، عشان الكائن ده خطر من مستوى الكارثه. وفي الوقت ده المعلم كلام بيكلم حارس الليل، ابي فعل القانون عشان في تنين خطير جدا في ارض الجامعه. فبيقول له للاسف القانون ما بيتفعلش الا على اللي دمائهم اقل مني، والتنين ده من العرق الاول. فكلام بيتصدم، انت قصدك؟ فبيقول له ايوه، التنين ده احد الاباطره الاربعه، امبراطور اللهب والبرونز. وهنا القائد بيكلم زعامتهم الحقيقه بسرعه، في واحد بيطلق لهب في كل مكان ومفيش حاجه مأثره فيه. فبتتصدم، مش معقوله، مستحيل يكون استيقظ بالسرعه دي. والقائده بتصور لها فيديو وبتبعته لها، فبتتصدم اكتر، مستحيل، ده مش نورتون، ده كونستانتين، وكمان مش مستقر، اكيد في حد اجبره على الاستيقاظ، وعشان كده هو مش قادر يتحكم في قوته، ممكن في اي لحظه ينفجر. فالقائده بتقول لها وايه اللي هيحصل؟ فبتقول لها لو انفجر تنين النار الامبراطوري فهيطلق اليانلينج بتاعه في كل مكان، وهيبيد اي حاجه تقابله حرفيا. فالقائده بتتصدم، طب نعمل ايه؟ بسرعه هات لنا خطه. فبتجري بسرعه تدور على حاجه، وفي الوقت ده التنين بيدور على حد وقاعد يقول اخي. وهنا لاو قاعد مع مينجي ونونو وبيكونوا مستخبيين، فمينجي بيسال لاو انت بقى شغلتك ايه؟ فبيقول له انا صياد. فنونو بتقول صياد بيصطاد الكائنات الاسطوريه يقصد كده والقطع الاثريه النادره. فمينجي بيقول له بس كنت بتعمل ايه هنا؟ فبيقول له في حد دفع لي فلوس عشان اتسلل للجامعه واجيب كائن اسطوري، وبيوري له صوره الوعاء. فمينجي بيقول له ده مكسور. ايوه قول كده بقى، انت كسرته. فالكائن اللي قاعد يدمر في كل حاجه ده خرج منه. فبيقول له لا يا عم والله انا لقيته مكسور، وحسيت بهاله مرعبه جدا فهربت من هناك. ونونو بتبص للتنين وبتقول شكله بيدور على حد فينا. وفي اللحظه دي بيجي فينجر، فمينجي بيتخض وبيزعق، فالتنين بيشوفهم وبيطلق قوه هائله جدا ورايح ناحيتهم، وهو بيقول اخي ما تسيبنيش. فبيجروا بسرعه كلهم وبيقابلوا سيزار وقائده العصابه، ونونو بتروح تتكلم مع سيزار، ولو مينجي وفينجر بيجروا وبيدخلوا مكان مسبح. ونونو بتقول لسيزار تفتكر انه بيدور على مينجي؟ فبيقول لها احتمال، وعشان كده لازم تكوني جنبه وتحميه. فبتروح وراهم فعلا، وزعيمه العصابه بتكلم القائده اهجم على التنين من غير معدن، استخدموا الرصاصات المطاطيه. وبتكون بتبحث في الكتب القديمه وبتقول الاخ الصغير للتنين الامبراطور نورتون بيستخدم المعدن والنار، فبالتالي عنده سيطره كامله عليهم، فهجموا عليه بالرصاصات المطاطيه، فعلى الاقل هتضايقه واحتمال يغمى عليه كمان، او على الاقل يسيبكم ويمشي. وبتقول لسيزار الخطه وبيظهر جنبهم، فسيزار والقائده بيصوبوا عليه. فعلا يا جدعان الرصاصات بتصيبه وبتاثر فيه، والمعلم المقنع بيبلغ كل القوات اهجموا بالرصاصات المطاطيه ما تخلوش يستخدم اللهب، وبينزلوا فوق بوابل مرعب جدا من الرصاصات. وفي الوقت ده بيكون مينجي واصحابه قاعدين يلعبوا
بيلعبوا في المسبح ولا داريين بالمدعكه اللي بتحصل بره وقاعدين يتكلموا. وفي اللحظه دي مينجي بيشوف التنين في رؤيه وبيندهله اخي وبيقولوا له في ايه، فبيقول لهم مش عارف بس حاسس ان التنين ده بيدور عليا. وفي اللحظه دي بيسمعوا خطوات اقدام بتقرب عليهم ومينجي كمان بيشوف التنين جاي عليهم فبيغطسوا تحت الميه ومينجي بيعمل كده وبيكتم انفاسه وبيسمع خطوات جايه عليه وقلبه بينبض بسرعه فبيقدرش يستحمل اكتر من كده وبيخرج راسه. بس الصدمه بيلاقي نفسه في مكان غريب. لاو تانج فينجر انتوا فين وانا ايه اللي جابني هنا؟ فبيطلع على الشط وبيقول شكل كده لومينجزي عمل وهم جديد وجابني لهنا وبيقعد ينده عليه لومينجزي اطلع بسرعه بقى وبيقعد يدور عليه في كل مكان وبينده بس مفيش حد بيرد. وفجاه بيشوف قدامه حد ماشي بعيد فبيروح له وبيقول له ما تعرفش احنا فين هنا وبيلف وشه. فمينجي بيخاف انا شفتك فين قبل كده؟ معقول يا جدعان ده تنين البرونز والنار؟ وبيقول لي مينجي اخي. فمينجي بيقول له اخوك يا عم. فالتنين بيقرب منه وبيشم ريحته وبيقول لا فين اخويا كان قريب منك. وفي اللحظه دي بيظهر مبنى جبار جدا فمينجي بيفتكر الخريطه اللي اكتشفها وبيشوف المكان كله. ايوه ده يكون قصر تنين امبراطور اللهب. صدمتهم بكل المقاييس وبيبص له وبيفتكر شكله وهو بيدمر في الجامعه فبيترعب جدا. انت بتعمل ايه هنا؟ وبيقرب لمينجي بس في اللحظه دي بيجي مينجي انت بتعمل ايه؟ بينكتر رجلي بتطيره وبياخد مينجي وبيرجعه للعالم الطبيعي. هو ايه اللي بيحصل بالظبط يا جدعان؟ ومينجي ما بيلاقيش لاو فينجر والصدمه ان بتكون اثار التنين جنبه معنى كده انه عدى من هنا فعلا ودخل للوعي بتاع مينجي. وفي اللحظه دي بيجي المدير انجو لو مينجي كنت بدور عليك تعالى ورايا وبيمشوا وبيقول لمينجي انا عارف ان دي اول مقابله بينا بس انا عارفه كويس قوي وبيطلعوا البرج عالي جدا. فمينجي بيقول له احنا بنعمل ايه هنا؟ فبيقول له دلوقتي زي ما انت شايف كل القوات بيهجموا على التنين بس في لحظه معينه التنين هيثور غضبا ويخرج بهيئته الكامله وبيخرج سلاح ورصاصه. ده حجر الفيلسوف. الرصاصه دي احد اخطر واندر الاسلحه القادره على قتل تنين امبراطوري بس ناس قليله جدا في العالم ده اللي عندها القوه الكافيه لاطلاق هذه الرصاصه. وبيدي المينجي في السلاح والرصاصه انت اللي هتصوب على التنين. فمينجي بيقول له بس انا ما عنديش القوه لكل ده واني كمان اطلق رصاصه بالخطوره دي. فبيقول له لا ثق بنفسك انت هزمت زيهانج وسيزار. فمينجي بيكون عاوز يقول له انه كان مرعوب منهم اصلا. والمدير بيقول شايف التنين الامبراطور في عين تالتة في منتصف راسه دي نقطه ضعفه اول ما اشاور لك عاوزك تصوب عليها بقوتك الفتاكه. فمينجي بيقول له بس اشمعنى اخترتني انا؟ فبيقول له عشان انت الوحيد القادر انك تتحرك في لحظه تفعيل الليننج بتاعي لحظه الصفر وبيكون ماشي. ثق بنفسك يا مينجي فانت العبقري وجواك القوه العظمى. ثق بنفسك يا قاتل التنين. شكل المدير ده يا جدعان عارف السر اللي ورا مينجي وكمان شكله كده يحمل دماء التنين الاعظم الامبراطور الاسود لو مينجي. وهنا لاو مستخبي مع فينجر وفي اللحظه دي التنين بيشوفهم وبينده اخي. ففينجر بيقول له سمعت اللي انا سمعته وبيبص فوقهم وبيلاقوه فوق البرج وبيبص لاو وبينده له اخي انقذني. وفجاه بيصرخ بعلو صوته اخي وبيتحول فعلا لهيئته الكامله وحجمه بيكون هائل جدا ولاو بيترعب بل وكمان كل الموجودين بيترعبوا ومينجي مصدوم من هول المنظر. وفي اللحظه دي بينزل المدير وبيقول لكل القوات قتلتم بجداره سيبوا لنا الباقي. وبيقول اسمع يا تنين البرونز والنار الامبراطوري كونستانتين دلوقتي جه الوقت اللي هتودع فيه سلمني عرشك. وبيجري بسرعه وبينط عليه جدا وبيفعل اليانلينج بتاعه انصت الي يا من يملك زمام الامور انا سيدك. والتنين بيهجم على بقوه مرعبه جدا بس بيقول اليانلينج لحظه الصفر. وفجاه الزمن كله بيقف ومينجي بيستعد والمدير بيصيب التنين وبيفتح عينه الثالثه يلا اطلق يا لو مينجي. وفي اللحظه دي بيكون مينجي متوتر جدا ومش قادر يضغط الزناد من رعب بقوه رصاصه بس فجاه بيظهر مينجي ما تقلقش يا اخي انا معاك. ومينجي بيطلق الرصاصه بقوه جباره جدا والمدير بيقول تحرير اليانلينج. الرصاصه بتصيب التنين وبتعذبه جدا بل وكمان بيفقد قدراته والمدير بيزعق يلا هجوم كل قوتكم. ففينجر بيزعق اهرب بسرعه دول هيهجموا بالرصاصات الحيه. والتنين بيصرخ بعلو صوته وبيروح ورا لاو بسرعه بس القوات كلها بتهجم على ابواب المهول جدا من الرصاصات بس التنين بيفرد جناحاته وبيحمي لاو وبياخد كل الرصاصات في جسمه ولاو مصدوم. والتنين بيقرب منه وبيبص لعينه والطلاب نازلين ضرب فيه من غير ذره رحمه ولو بيشوف في عينه الحزن الشديد وكسرة قلبه من غدر البشر. والتنين حرفيا جسمه بيتدمر وبيتحول لهيكل عظمي ولسه بيبص لياو وبيتكلم اهرب بسرعه يا اخي اهرب من هنا. فلو مش فاهم حاجه بس حاسس بالحزن والغضب الشديد فبيجري بسرعه وبيهرب فعلا. والقوات كلها بتكمل على التنين بكامل قوتهم والتنين بيخرج اخر انفاسه ما ترجعش العالم ده تاني يا اخي. وبيموت التنين في مشهد تقشعر له الابدان حرفيا يا جدعان. ومينجي متسمر مكانه من الصدمه وشاف كل حاجه حصلت وكمان المدير شايف وعارف كل حاجه ومخبي كميه اسرار مرعبه جدا. يا
يا جدعان اكيد في سر كبير ورا لاو تانج. وهنا لو بيجري في وسط المطره وقاعد يعيط من كل قلبه ومش عارف هو زعلان ليه كل ده، بس بيفتكر حاجه وهو قاعد مع التنين ده وبيقول له اسمع يا كونستانتين، احنا هنموت قريب بس ما تقلقش هنرجع تاني. وكونستانتين بيقول له هو الموت مؤلم للدرجه دي؟ وكل ده ولو بيعيط من كل قلبه وبيفتكر كل الذكريات دي وبيفتكر وهو بيقول له كونستانتين هندخل في سبات لمئات بل آلاف السنين، بس في لحظه اعاده بعثك ستعلن رايه الحرب، بس في الوقت ده دور عليا وساعتها انا وانت هنبيد العالم والظلم اللي فيه عن بكرة ابيهم. ولو بينهار من العياط وبيفتكر كل ذكرياته مع كونستانتين ومش فاهم حاجه، معقوله ده انا بس ازاي وانا عمري 18 سنه بس؟ ولكن في تلك اللحظه بتتشكل هيئه في عقله ودمه بيغلي وبيثور غضبا، وفجاه صوته بيتغير كونستانتين وشكله بيتغير، وفجاه عينه بتتحول لعين تنين امبراطوري وبتنفجر قوه ولهب جبار جدا وبيصرخ بعلو صوته يا جدعان ده لو كان تجسيد للتنين امبراطوري نورتون، وبيصرخ بعلو صوته معلنا بداية انتقامه لأخيه الأصغر كونستانتين. والآن قد شهد العالم إعادة بعث أحد أقوى التنانين الأباطرة الأربعة. وهنا المدير انجو بيتكلم مع حارس الليل وبيقول له التنين الامبراطور نورتون قد اطلق غضبه بالفعل وظهر بهيئته الحقيقيه. فحارس الليل بيقول له انت اكيد عارف ان الاباطره الاربعه اخوات، وكان نورتون اكبرهم واعظمهم واللي هرب من وعائه من 80 سنه، بس مش كان ممكن يا انجو تقتل الاخ الاصغر كونستانتين قبل ما يستيقظ؟ بس انت قررت تقتله قدام عيون اخوه الاكبر، وخد بالك هيرجع ومحمل بغضب شديد جدا ومحدش فينا يستحمل. فانجو بيقول له ما انا زهقت من كل ده. فبيقول له زهقت من ايه؟ من حقيقتك وانت تكون مين؟ فبيقول له لا دي وحاجه كمان زهقت منها، انا واحد من سلاله التنين الاعظم الامبراطور الاسود وعايش بقالي اكتر من قرن وكل اصحابي ماتوا، انت الوحيد اللي متبقي من العصر الاسطوري. فبيقول له انا فاهمك بس برضه انت تطورت، لسه ما ظهرش طفل النبوءه القادر انه يساعدنا في التصدي لطوفان غضب اكبر التنانين الاباطره الاربعه. فبيقول له لا هو دلوقتي قاعد في الجامعه. فالحارس بيقول له قصدك على لو مينجفي؟ فبيقول له ايوه، فهو صاحب انقى دماء للامبراطور الاسود، بل وكمان عندي احساس انه عقل كيانه. المدير ده مش سهل خالص يا جدعان. وبيقول لو مينجفي حاسس انه هيكون الضربه القاضيه بتاعتنا واللي هينهي الحرب الازليه دي للابد. وبعدها الحارس بيقول له بس انت عارف ان التنانين الاباطره الاربعه ما بيموتوش، فعاوز تنهي الحرب دي ازاي؟ فبيقول له ايوه عندك حق، وده لان قبل موتهم بينقلوا خلاياهم وانسجتهم الجينيه لوعاء مختلف، وبعد مده طويله من السنين بيعاد بعثهم من جديد. فبيقول له طب ما قتلتش نورتون ليه قبل ما يستيقظ؟ فبيقول له عشان اقدر اخد عظامه ونحللها، عشان بالطريقه دي هنقدر نكشف معظم اسرارهم. فالحارس بيقول له معنى كده انك قتلت كونستانتين قدام اخوه قاصد عشان تحفز الخلايا انها تستيقظ في الوعاء من جديد ويعاد بعث نورتون للحياه من تاني؟ فانجو بيقول له بالظبط، ودلوقتي بعد ما اتقتل اخوه انا واثق انه كل اللي شاغل باله دلوقتي هو الانتقام وبس، وما عملش نسخ الخلايا في وعاء تاني، وهنا جت فرصتنا للقضاء عليه للابد وهنقتله باي ثمن. وبيرن على سيزار وبيطلب منه طلب وبيقول قد دقت ساعة الصفر واندلعت الحرب الازلية مرة اخرى. وبيجي اليوم اللي بعده وفينجر بيقول لمينجفي ان امبارح حصل اجتماع سري في منطقه الابحاث فالهالا، وحضر اقوى نخبه قتيل التنانين من كل مهمتهم، وكمان كل الطلاب اللي كانوا خارج البلاد رجعوا، وشكل كده في حرب هتبدا قريب. وفي الوقت ده بيجي واحد وبيوصل لمينجفي رساله من سيزار وهي انه لازم يحضر الاجتماع اللي هيبدا دلوقتي. وفي الوقت ده بيكون المدير قاعد بيتكلم مع سيزار وبيقول له بعد ظهور كونستانتين اتاكدنا 100% ان القصر اللي ورا السد هو قصر تنين الامبراطور اللاهب نورتون، وعشان كده عاوزك تبدا المهمه والتحقيق في القصر ده واختار اقوى الاشخاص تقدر تعتمد عليهم، وما تنساش لو مينجفي معاك فهيكون مفتاح الانتصار في هذه المهمه. وبعدها هنا مينجفي بيروح لسيزار فعلا، وسيزار بيقول له اجهز بقى يا بطل عشان كمان شهرين هننطلق في مهمه تنين اللاهب الامبراطوري. فمينجفي بيقول له ده انا غلبان يا عم ماليش في الكلام ده، تقول لي تنين امبراطوري؟ فسيزار بيقول له لا ده انت من النخبه يا مينجفي، وكمان المدير موصي عليك بنفسه. فواحد تاني بيقول له وكمان يا مينجفي الطالبه التانيه الجديده هتيجي معانا وافقت. فبيقول له مين الهبله اللي وافقت دي؟ وفي اللحظه دي واحده بتيجي وبتقول له ايوه انا الهبله اللي وافقت. وبتكون دي رين اللي تعد اقوى طالبه جديده بعد مينجفي. فمينجفي بيقول لها انت عارفه انت ممكن تموتي، دي مهمه خطيره. فبتقول له احنا هنا عشان نحمي البشر. فبيقول لها وانا مال امي، انا جاي هنا عشان التعليم المجاني. فسيزار بيغضب ومينجفي بيكون ماشي، فسيزار بيقف يا خساره دي خيبه امل كبيره جدا، بقى صاحب الرتبه اس واللي يمتلك موهبه ونقاء دم اسطوري
ضروري يبقى جبان بالطريقه دي؟ ما تسترجل يلا، ولا اقول لك ما دام انت جاي عشان التعليم المجاني فمالكش مكان بينا، روح احسن وامحي كل ذكرياتك. فمينجي بيغضب وبيتحركش، فسيزار بيقول له في ايه؟ وفي اللحظه دي بتيجي نونو، ما تهدوا شويه يا شباب، وبيدافع عن مينجي وبتقول له اختار يا مينجي براحتك، بس افتكر انا هحميك طول ما انت معانا. فمينجي بيقول لا انا مش همشي من هنا وهاجي معاكو، بس اسمع يا سيزار ما تزعلش لو وقفت في طريقك. ده بيتحداه علني يا جدعان. وبعدها على طول بيبدا مينجي في التدريب، وبيعدي اليوم في التاني، ومينجي بيعمل كل اللي عليه عشان يتعلم كل حاجه يحتاجها في المهمه، وبيعدي شهرين فعلا. وهنا مينجي واقف مع فينجر واللي بيقول له بس افرح يا عم هتكون مع نونو في نفس الفريق. فبيقول له ازاي؟ اكيد هتكون هي وسيزار مع بعض. فبيقول له لا، في قانون بيمنع تواجد 2 اصدقاء مقربين مع بعض في المهمات. فمينجي بيقول له بس ازاي وشينجو واكي كانوا مع بعض؟ فبيقول له دول استثناء عشان دول كانوا متحكمين بمشاعرهم. ومينجي فجأة بيقول له انت ليه فينجر قاعد لسه في الجامعه طول السنين دي؟ فبيقول له عادي حبيت المكان هنا. وبيكون مينجي خايف جدا. ففينجر بيقول له انت خايف من الموت مش كده؟ فبيقول له ايوه عشان انا ما بقدرش استخدم اليانلينج ومش عارف ازاي ان الرتبه اس. ففينجر بيقول له يا عم ما تقلقش صدقني هتنجح، وانا كمان يا عم هساعدك من هنا. فبيقول له هتساعدني ازاي بس؟ هو انت حيلتك حاجه؟ فبيقول له لا ما تستقلش بيا عشان رتبتي ضعيفه، صدقني هتتفاجئ من اللي اقدر اعمله. الواد ده انا شاكك فيه من زمان يا جدعان، حاسس كده انه وراه حاجه، بس مينجي ما بيكونش مقتنع، بس بيقول له مع انك هفق بس انا مطمن مش عارف ازاي. ومينجي بيديله بطاقته وبيقول له في حاله ان مت استخدمها براحتك. ففينجر بيرجعها له وبيقول له لا يا غبي، طول ما في احتماليه لنجاتك فلازم تحاول. وفي تلك الاثناء في اعالي البحار فجاه بيظهر تنين عملاق ومرعب جدا، وبيكون الامبراطور نورتون اللي استدعاه. اخيرا اتقابلنا من تاني بعد 2000 سنه يا سامسون، وبيكون ده حارس القصر واللي فتك بكل كتيبه لارس والعمليه الاخيره. يا جدعان شكل كده منتظرنا ملحمه ستسيل فيها الكثير من الدماء. وبيمر الوقت وهنا مينجي والباقي استعدوا وركبوا السفينه، والمدير بيطلق امر البدء في العمليه، وبيبداوا يتحركوا فعلا. والمعلم كلاين هو اللي هيقود العمليه دي، وبيقول لهم ما تقلقوش احنا المره دي مجهزين كل حاجه، حتى احنا جاهزين لحارس القصر. فسيزار بيقول له قصدك على التنين اللي قتل شينجي واكي ولارس؟ فبيقول له ايوه المره دي احنا مجهزين 3 صواريخ توربيدات ستورم، وده السلاح الوحيد اللي بينفع قدام سلالة امبراطور اللهب نورتون. اما بقى فريق الغطس هيكون معاهم قنبله مميزه حبتين، هيدخلوا القصر ودمروه كليا بالقنبله دي. والمعلم بيقسمهم فريقين، سيزار ورين الفريق A، اما مينجفي ونونو الفريق B، واللي هيتولى الغطس هو الفريق A. فمينجفي بيفرح انه مش هيغطس وينزل القصر، بس رين بتعتذر وبتقول انها مش هينفع تغطس في الميه النهارده عشان تعبانه. فمينجفي بيقول لها لا لا والنبي ده حتى الطقس النهارده جميل وهتعومي احلى عومه صدقيني، انزلي بس وهتتبسطي. بس كلين بيقول خلاص اللي هيتولى الغطس الفريق B. فمينجفي بيقول لنونو وانت مش تعبانه النهارده؟ فبتقول له لا هنغطس مع بعض. لبستها خلاص يا عم مينجفي. وبعدها على طول بيجهزوا نفسهم للغطس، ونونو بتقول قدامنا 3 ساعات بس والاكسجين هيخلص، فلازم نخلص كل حاجه ونوصل هنا قبل ما ال3 ساعات يخلصوا. ومينجفي بيسالها طب هنعمل ايه لو قابلنا الامبراطور نورتون؟ فكلين بيرد عليه وبيقول له ما تقلقش زمانه في سبات دلوقتي، وده لانه عاوز يستعيد عافيته ويظهر بشكله الحقيقي والكامل، وده عشان ينتقم ويخرج اليانلينج الكامل شعله اللهب واللي قادره انها تدمر العالم باسره. ما يعرفوش يا جدعان انه ما دخلش في سبات اصلا، بل وكمان ممكن يكون مستنيهم، وفي الحاله دي هتحصل كارثه بالمعنى الحرفي. بس بعدها بيغطسوا وبيتعمقوا اكتر ناحيه بوابه القصر وبيوصلوا فعلا. والمعلم كلام بيقول يلا يا مينجفي حط الدماء اللي موجوده في الازازه اللي اديتها لك، وبيعمل كده فعلا. وفجاه بيحصل هزه قويه جدا والبوابه بتتفتح والقصر بيسحبهم لجوه بسرعه كبيره جدا. ونونو بتسال نظام نورما الهوا هنا ايه اخباره؟ فبتقول لها الهوا نقي وكميه الاكسجين مناسبه، فبيقفلوا الاكسجين بتاع بدل الغوص عشان يوفروه. بس نونو ما بتكونش فاهمه ازاي الهوا نقي كده مع ان القصر مغلق بقاله اكتر من 2000 سنه. فنورما بتقول لها ده بسبب تفعيل القصر، مالك القصر رجع وفعله من تاني. ايه يعني ايه الكلام ده؟ فبتقول لها الامبراطور نورتون قد عاد بالفعل. صدمة نزلت عليهم كالصاعقه. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده، وازاي مينجفي ونونو هيتعاملوا مع الامبراطور نورتون؟ فاستنى يا صديقي القسم الثاني من الجزء الاول لحكايتنا اسطورة دراجون راجا، وصدقني اللي جاي اجمد بكتير من اللي فات. واراكم قريبا ويلا سلام.